مساء الفل على اعظم جمهور في الدنيا، جمهور النادي الاهلي. طبعا بعد اول تلت ساعه دلوقتي حاليا من الماتش، انا مش مستني بقيه الشوط الاول يخلص او مستني الشوط الثاني نشوف الدنيا هيبقى فيها ايه. حتى لو كان اللي جاي ده هيبقى حلو قوي والدنيا جميله وجبنا جون واتنين، انا مش مستبعد ان احنا يخش فينا جون واتنين عادي جدا، مفيش اي مشكله. بس انا بقول لكم دلوقتي من بعد اول تلت ساعه اهو، او من اول 25 دقيقه تقريبا، آه اللي هيتكلم او يجيب سيره مدرب ايا كان المدرب ده مين، انا هقول عليه راجل ما بيفهمش. من الاخر، ما تقوليش بقى تبديلات، وما تقوليش بقى مين لعيبه، وما تقوليش مين بقى مين مستوى وبتاع والكلام ده. احنا اول مره حاليا دلوقتي الموسم ده بالاخص مع النادي الاهلي، مع شويه لعيبه المفروض انهم صفقات تقيله زي ما بنقول، يعني تريزيجيه موجود، بن شرقي موجود، احمد سيد زيزو جبناه، انت في طاهر موجود، حسين الشحات مصاب ربنا يرجعه بالسلامه، امام مصاب ربنا يرجعه بالسلامه، تمام، وسام مشي، علي معلول مشي. آه، انا مش عارف الدنيا فيها ايه. يعني انا اول مره في حياتي، انا راجل مواليد 87 بشجع الاهلي، يمكن من سنه 95، من سنه 96، من ساعه لما ربنا كرمني الحمد لله وعيت على الدنيا وابتديت ان انا العب كوره واشجع كوره، تمام. فانا عارف الدنيا فيها ايه من زمان. انا راجل دلوقتي معلش انا اسف في الكلمه والله مهاجم قديم، يمكن انا ما لعبتش لا في نادي ولا غيره، بس كنت مهاجم للامانه عجبكم قوي. حلو كده. فاللي هو انا اول مره في حياتي اشوف جيل للنادي الاهلي، يعني انا بتكلم دلوقتي في الاجيال اللي قبل كده اللي فاتت للنادي الاهلي. انا مش عايز اقول لكم انا ما شفتش كميه المرقعه والرعونه واللامبالاه اللي الاهلي بيلعب بيهم دلوقتي، للامانه. احنا حاليا دلوقتي، المفروض انه النادي الاهلي دلوقتي فيه لعيبه كوره ما بيعرفوش يلعبوا كوره. يعني احنا مش عارفين نبص الكوره يا جدعان، يعني على راي ابراهيم فارق، يا نهار فضايح، يا نهار عر يا جماعه. مش عارفين نبص الكوره، احنا مش عارفين نبص الكوره، ما بنعرفش نعمل جمله من ثلاث اربع باصات ورا بعض، احنا ما بنعرفش نتحرك اصلا من غير كوره، احنا ما بنعرفش نتمركز في اماكن كويسه، احنا ما بنعرفش نعمل مثلثات ومربعات زي ما كان الجيل القديم اللي احنا كجمهور النادي الاهلي. احنا معلش يا اهلي، احنا جمهور طماع. ما تقوليش بقى ما حدش بياخد كل حاجه، لا احنا عايزين، احنا جمهور عايز كل حاجه. انا عايز نتيجه باداء. يعني انا عايز دلوقتي انزل دلوقتي في اول ربع ساعه ولا في اول تلت ساعه اكون واكل الاخضر باليابس بالقلم باللابس ومتقدم اتنين. ازاي؟ هقول لك انا ما اعرفش. يعني تريزيجيه بيعمل ايه في الاهلي؟ يعني تريزيجيه من اول ما جه من اول الموسم بيعمل ايه في الاهلي؟ وانا عايز حد يجاوبني على السؤال ده. تريزيجيه بيعمل ايه في الاهلي؟ واحد ما بيعرفش يباصي كوره، واحد ما بيعرفش يستلم كوره، واحد ما بيعرفش يشوط كوره على الجول، واحد ما بيعرفش يعدي واحد لواحد، وهو المفروض جناح مصر الثاني بعد محمد صلاح، واللي المفروض على كلام الناس وعلى كلامنا احنا الست سبع سنين اللي فاتت ان هو كان شايل منتخب مصر على كتفه بعد محمد صلاح، وفي ناس قالت ان هو شايل المنتخب على كتفه اكتر من محمد صلاح، وفي ناس قالت ان هو وصلنا كاس العالم 2018 مش محمد صلاح. فين تريزيجيه؟ واحد مش عارف يعدي واحد على واحد، واحد مش عارف يشوط كوره على الجول، واحد مش عارف يباصي كوره على الارض، واحد مش عارف اصلا يبص على الجول وهو بيشوط. تريزيجيه بيعمل ايه في الاهلي؟ ما احنا عايزين نعرف الدنيا ماشيه ازاي. يعني ازاي نادي اهلي، ازاي نادي اسمه النادي الاهلي احنا متعودين منه على كل حاجه حلوه، متعودين ان احنا بنستنى ماتشاته كل يومين ثلاثه بفارغ الصبر، سواء كان في الدوري او في الكاس او في دوري ابطال افريقيا او في كاس عالم انديه، مش عارفين يباصوا الكوره. ازاي لعيبه النادي الاهلي مش عارفين يباصوا الكوره؟ لعيبه النادي الاهلي ما عندهاش اساسيات الكوره. ازاي نادي زي وادي دجله او سيراميكا كليوباترا او حتى نادي مصري اللي انت بتلعب قدامه دلوقتي، او حتى نادي البنك الاهلي او حتى نادي فاركو، ومؤخرا نادي الاسماعيلي والاتحاد السكندري، الانديه دي بتلعب عنك كوره ازاي دلوقتي؟ الانديه دي بتلعب كوره عننا يا جدعان. فريق سيراميكا كليوباترا دلوقتي متصدر الدوري، نادي لسه ما بقالوش 3 سنين اصلا في الدوري الممتاز، متصدر الدوري المصري حاليا دلوقتي وبيلعب احسن كوره في الدوري. ازاي؟ انا مش عارف اقول ايه تاني بصراحه. يعني الماتش كده كده لسه ما خلصش اصلا، احنا داخلين في 27 و28 دقيقه دلوقتي، يعني داخلين في نص ساعه دلوقتي ومش عارفين نباصي ثلاث اربع كور على الارض. بانهي منطق وبانهي دماغ؟